سأضعكم في قلب الحدث إلى مكان غير المكان وحدث غير الحدث وإن اتحد الزمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية رمضان ينتهي إلى مسمعه عليه وآله الصلاة والسلام أن عيرا من قريش قد قفلت من الشام متوجهة إلى مكة، وليس في حمايتهم إلا 40 رجلا بقيادة سيدنا أبي سفيان، وكان يوم ذاك على الشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع بهذا الخبر نادى في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، رأى أنها هذه هي الغنيمة الباردة، قافلة ليس عليها كثير حراسة وفيها أموال هي أموال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تركوها وخلفوها في مكة ونجوا بذلك ونجوا بدينهم في خروجهم ذلك. نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 319 رجلا. لم يعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه في ذلك الخروج، من كان متجهزا فليأتي ومن لم يكن متجهزا فلن ننتظر أحدا. اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الرجال، فيهم 270 بعيرا يتعاقب كل 3 على بعير، وفرس كان للزبير بن العوام، والفرس الآخر كان للمقداد بن الأسود. تحرك ذلك الموكب النوراني، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده القيادة العليا، هو القائد الأعلى القوات المسلحة وهو القائد العام للجيش، ودفع القيادة الميدانية لسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. سيدنا مصعب بطريقته قسم الجيش إلى مقدمة ومؤخرة، قسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة للمهاجرين وجعل على رأسها سيدنا علي بن أبي طالب، وكتيبة أخرى للأنصار جعل عليها سعد بن معاذ، والجيش إلى ميمنة وميسرة. على الميمنة فرس المقداد فرس الزبير بن العوام، وعلى الميسرة فرس المقداد بن الأسود. شكل الجيش وتحرك موكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه ناحية بدر. سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه حين سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل نذيرا إلى مكة، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري. ضمضم أسرع إلى مكة في أعظم نذارة، شاقا قميصه، جادعا أنف بعيره، داق طبول الحرب، يصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، هذا محمد مع أصحابه جاء على أموالكم الغوث الغوث. هذا الصوت من ضمضم بن عمرو صداه دخل كل بيت من بيوت مكة، فألقت مكة بفلذات أكبادها 1300 مقاتل، على رأسهم رأس الكفر أبو جهل بن هشام. خرجوا ومعهم جمال كثيرة وخيول كثيرة وسيوف ودروع، خرجوا وقد أعجبتهم كثرتهم، ونظروا في أعطافهم وظنوا أنهم لن يرجعوا إلى مكة إلا وقد أصابوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبتغاهم. فلما بلغوا الجحفة الميقات المعروف الآن، وصل الخبر إلى أبي سفيان أن الشر والخطر قد انجلى، وكان وقتها أبو سفيان قد انحرف بالقافلة ناحية الساحل، فأرسل أن الخطر قد انجلى، ولكن شيطان قريش أبو جهل بن هشام لم يعجبه ذلك، وإن كان أكثر الجيش قد اطمأنوا وأرادوا الرجوع، ولكنه عزز في نفوسهم هذا الشر. قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها 3: نطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان
وتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. في المعسكر الآخر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا أنهم لن يدركوا قافلة قريش كانت هناك ثنائية تلوح في الأفق بين العير وبين النفير، منهم من قالوا أننا خرجنا من أجل القافلة، ومنهم من قالوا إن كانت القافلة قد ذهبت فإننا سننفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال قريش. والله جل وعلا يصور هذه الحادثة في كتابه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تودون غير ذات الشوكة أي غير القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المشركون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، صار الأمر أنهم سيتوجهون لقتال قريش. اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام سيدنا أبو بكر فقال قولا حسنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام سيدنا عمر فقال قولا حسنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: